عليكم واهلا بيكم في فلوج جديد من فلوجاتنا الجميله. وحشتوني جدا جدا جدا، وجايه لكم بعد غياب بفلوج كده حلو. من اول بقى المشتريات بتاعتي الجديده اللي انا جبتها زي ما انتم شايفين كده علشان الفرح، واحنا رايحين بقى فرح النهارده، وحبيت بقى ان انا افرجكم. وتعالوا بينا من ساعه بقى ما هنبدا كده هوريكم المشتريات بتاعتي، وبعد كده على طول هلبس وهنروح الفرح. وطبعا انا بدات لكم كده الفيديو بالمقدمه لان انتوا وحشتوني جدا جدا، وانتظروا بعد كده ان شاء الله فيديوهات كتير. واسفه بجد على التاخير، ان انا قعدت فتره ما نزلش فيديوهات، حقكم عليا، كان يعني عندي شويه ضغوط وكده. وان شاء الله هنرجع من جديد بفيديوهات جديده، وكمان حاجات ان شاء الله كتير قوي هتعجبكم الفتره الجايه، الروتينات، الفلوجات، التحديات. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ويلا بينا بقى نكمل المسيره من اول ما نخرج من هنا واحنا هنروح الفرح. يلا بينا يلا بينا. يلا بينا. تعالوا بينا بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها والاسعار كده كامله. رحت كده اشتريت فستان، والفستان ده كان سعره بالظبط 650 جنيه. هو نوعه كده ستان، وفي عقد كده جاي متخيط فيه، يعني متثبت ان انا ما ينفعش ان انا اخلعه. وتحس ان هو قطعتين كده، قطعه اللي هي الفوق، وبعد كده عاملين بقى القطعه اللي هي تحت اللي هي بتاعه الوسط. بعد كده في من فوق كده زي ما انتوا شايفين حاجه، يعني زي ما تكون بتلبسي جاكيت كده فوقيه، وبلفه وبربطه من ورا ظهري كده زي الحزام بالظبط. الكمام بتاعته مختلفة خالص، دي تفصيلة جديدة ونازلة موضة كده، ولقيت منها بصراحة استايلات كتير، بس كان الأفضلهم الأسود في المناسبات. جبت له بقى طرحة النبيتي دي، نوعها ستان، وكنت جايباها بالظبط ب80 جنيه. وجبت طبعا بندانة بقى هلبسها كده تحته، دي طبعا كلنا عارفين سعرها يعني 15. الشنطة دي نبيتي، كنت عايزة اجيب شنطة لونها احمر، والهاف بوت برضو يكون لونه احمر، يبقوا الاتنين كده طقم كده مع بعض. بس للأسف ما لقيتش خالص الشنط اللي هي الحمراء، ما عجبتنيش بصراحة. فاللي عجبتني الشنطة النبيتي دي والهاف بوت ده. طب الشنطة دي بكام؟ كانت ب200، 200 ايه ده، ب320. والهاف بوت ده انا كنت جايباه بالظبط ب260 من ميلان، وهنا في المحلة الكبرى لو تسمع عنه. دي بقى كده اكسسوارات صيني، دهب صيني يعني مش دهب حقيقي. دي كده اللهم صل على بارك لنا فيه، دي اسوره، خدت اسوره، وكمان محبس كده لبسته فوق الخاتم، وخدت كمان سلسله، خدتهم كلهم ب300 جنيه بالعافيه. هو كان بيقول لي الاسوره الواحده ب195 جنيه، ففضلت اخفض معاه لغايه ما خدتهم التلاته ب300 جنيه. لبسنا هنا بقى، وخدنا توك توك من عند بيتنا لغايه القاعه. بصراحة التوك توك أسهل، وخاصة بقى إن احنا لابسين، وكمان كنا خارجين في وقت متأخر، فقلت بدل ما نفضل طالعين نازلين بقى كده من مواصلة لمواصلة، أهو توك توك من هنا لغاية القاعة على طول. وصلنا هنا القاعة زي ما انتم شايفين. كان معايا بقى فوفو واخدة الشال كده معاها، قالت علشان الجو برد. وعندي لوكا نسيت تاخد الجاكيت بتاعها الجلد. وهنا خلاص كنا وصلنا القاعة. كلم فينا، كلم فينا. احنا كنا رايحين القاعة متأخر، بصراحة كنا متأخرين، فروحنا لقينا العريس والعروسة دخلوا كده يتعشوا، وكانوا كمان بيفرقوا الجاتو وكمان الحاجة الساقعة. كنا الجاتو، شربنا الحاجة الساقعة، والعروسة خلاص بدأت ترجع تاني. عايزين نسمع نوصل فكرة كده مع بعض. يلا بس كده عروسة الدنيا جريمة، يلا بينا. عايزين كل حبايب العريس والعروسة اللي كانوا موجودين معانا يجوا معانا مرة ثانية، يلا بينا. يلا ريس، يلا سافروا كده فين.
يلا سمعنا زغروت عليه كده. فين حبيبتي افتح شباكك انا جيت، انا واقف تحت البيت مش هعمل زي توصيل وحشتني بتلفي وتقول عليا ليه مش عايزه تحن اليك. طب بص يا بنت الايه مش هحلك انا بيجي قدامك تعبانه مش جايه معايا هاخد حقك معايا هحلف صوتي جاي وبحبك وحشاني انت النص التاني وبعد بالنسبه لي ام عيالي شغلاني وابن الحلق وحداني حطك لعيب مكاني لو كنت عني بعاني يا محمي عافيه انا جوه في منطقتي. يلا رقصين جري كده. فين وبسمع حتتك انت تخصني. يلا زغاريت يا بنات. زغاريت يلا بينا. يلا اصحاب العريس يجوا معانا كده. يلا المصرية جاية عايزين كل الشباب اصحاب العريس معانا. الأغنية اللي جاية عايزين كل الشباب اصحاب العريس معانا. احنا على بس كده في الزمن العريس اسكندرية والمهرجان في رمضان النهارده. الله يلا بينا. يلا الشباب اصحاب العريس يرفعوا ايدينا فوق كده. فين سمعونا زغاريت يا بنات عالية كده. فين انا برقبتي معاك. الرجاله اصحاب العريس يسمع سقفه كبيره بنات كده. يلا بينا. عيش في مصر اللي يخاف من اللي خلقه يرفع ايده للي خلقه. يلا بينا جيبوا. هنا بقى كنا خلاص كده راح نتصور في المكان ده يعني جوه القاعة برضو في كام قاعة كده جنبه. دخلنا بقى نتصور انا وولادي وخلاص كده الفرح بالنسبة لنا خلاص. وقلنا بقى كده نروح. ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. بالمناسبة الفرح ده بتاع اخو مرات اخويا، نسيت اقول لكم خالص في بداية الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد.